صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني منه. أنا ريهام، يا رب جميعا كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية وسعادة. وبما إننا في فصل الشتاء وكلنا بنهتم بالحاجات الغنية بفيتامين سي، فأنا جبت لكم وصفة بجد من الوصفات القريبة جدا لقلبي، ومن الوصفات اللي تقريبا ما بفوتش أسبوع إلا لما بعملها. جبت لكم وصفة للكيك غنية جدا، كيكة البرتقال بالجزر. وصفة بجد تحفة جدا وجبارة جدا، وكمان ريحتها بتبقى حلوة قوي وطعمها بجد خيال. متأكدة ان شاء الله انكم عند ما تشوفوا الفيديو دوت هتقوموا تنفذوها على طول، وعلى ما اعتقد ان مكوناتها موجودة في كل بيت. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال اعجابكم، ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني من اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. اول خطوة هنبدأ بيها وهي اننا هنسخن الفرن. تاني خطوة وهي تحضير القالب اللي هنصب فيه خليط الكيك. انا هنا هستخدم قالب مقاس 26. هضيف فيه معلقة كبيرة من الزيت، وهبدأ ادهن بيها القالب كويس جدا بالشكل ده كده، وندهن كمان الجوانب بتاعة القالب. وبعدها هضيف عليهم معلقة كبيرة من الدقيق، وهبدأ ابطن القالب بالشكل ده كده. نوزع كمية الدقيق، وبكده بطنت القالب. هبدأ اركنه على جنب واتأكد ان انا اتخلصت من اي كمية دقيق زيادة. بعدها كده هنشوف المكونات اللي عندنا. معايا هنا كوب وربع من عصير البرتقال الفريش، وكمان نص كوب من الزيت النباتي، وكمان حبيتين من البيض بدرجة حرارة المطبخ، وكمان بشر برتقانتين، وكمان حبيتين من الجزر مقشرين ومسلوقين تسوية كاملة بالشكل ده. وكمان معايا 3 أكواب من الدقيق، عليهم ذرة ملح وذرة فانيليا، وكمان معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. نضيفهم كده مع بعض. وكمان معايا كوب وربع من السكر. وعشان احضر خليط الكيك هستخدم دورق الخلاط، وهضيف فيه كل المقادير اللي موجودة عندي عدا الدقيق. هبدأ اضيف عصير البرتقال بالشكل ده. وعايزة اقول لكم انكم تقدروا تحضروا المقادير دي بالكوب المعياري او اي كوب موجود عندك في المطبخ. وكمان هنضيف الزيت على عصير البرتقال والسكر، وكمان بشر البرتقال، وكمان وحدتين الجزر المسلوقين اللي عندي، وهضيف عليهم كمان حبيتين البيض بالشكل ده كده. وبعد ما ضفت كل المقادير دي مع بعضها هبدأ اخدهم واخفقهم كويس جدا. وده شكل الخليط بعد ما خفقته كويس جدا بالخلاط. هبدأ كده اخد الخليط اللي عندي واضيفه في الوعاء اللي هقلب فيه مع الدقيق بالشكل ده. نصب كل الكمية اللي موجودة معانا. وبعد ما صبيت الخليط هبدأ اضيف الدقيق مع البيكنج باودر مع الفانيليا والملح بالشكل ده. هجيب الويسك وهبدأ اقلب بالشكل ده كده في اتجاه واحد، علشان احافظ على كمية الهواء اللي هتدخل للخليط. وهستمر في التقليب لعند ما الدقيق يختفي تماما. هنرفع الويسك وهنبدأ نجيب سباتولا وهنقلب بيها علشان اتأكد ان الخليط بتاعي خالي من اي تكتلات ومفيهوش اي دقيق بالشكل ده. انا عايزة القوام يبقى معايا خفيف بالشكل ده كده، كريمي جدا وناعم مفيهوش اي تكتلات اطلاقا. ودلوقتي هبدأ اجيب القالب اللي عندي اللي احنا محضرينه بالشكل ده، وهضيف فيه كمية الخليط اللي موجودة عندي كلها بالشكل ده كده. وبعد ما ضفت كمية الخليط في القالب هبدأ كده احركه تحريكة خفيفة جدا، وهجيب ستيك وهبدأ كده احاول اخرج البابلز اللي موجودة في الخليط اللي عندي، اتخلص من اي فقاعات هواء بالشكل ده.
واحنا بنعمل عملية التفريغ دي علشان خاطر الكيك بتاعي يبقى متساوي من جوه، هبدأ ادخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. وده بقى شكل الكيك القمر بعد ما خرج من الفرن. عايزة اقول لكم بجد الريحة وهم جدا يا جماعة، بجد الكيكة دي من الكيكات الجبارة. هنبدأ كده نخرجها ونضيفها في طبق التقديم بالشكل ده. وعايزة اقول لكم ان انا ما انتظرتش لما تبرد تماما، قطعتها وهي دافية بالشكل ده. هنبدأ ناخد مع بعض قطعة كده، وشوفوا معايا اللون، شايفين لونها بجد وهم، لونها تحفة جدا، لون خيالي بصراحة. وكمان الارتفاع بتاعها حلو قوي، وكمان اسفنجية جدا وهشة جدا. بجد الكيكة دي من الكيكات العملاقة، تحفة جدا. نقدر كده ناخدها الصبح مع كوباية شاي او في العشاء، وجبة خفيفة وسهلة وسريعة. من الكيكات الجميلة بجد اللي انا بحبها قوي، وبحس كده انها بتحسسنا بجو الشتاء. هنبدأ كده ندوق مع بعض، بجد تحفة جدا يا جماعة. اتمنى انكم تجربوها، متأكدة انكم هتقوموا تنفذوها حالا. وبكده اكون قدمت لكم كيك البرتقال بالجزر. يا رب اكون قدمتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وتنال اعجابكم، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم. ويلا استودعكم الله واسيبكم انا واروح اكل الكيك واكمل الشاي. يلا باي، مع السلامة.